مرحبا بكم في شيبا يمني فودز. أنا كاثرين، وفي هذا الفيديو أعمل لكم طريقة الحوائج. البهارات اسمه حوائج، وهذا بهارات في اليمن يستخدموه في كل شيء، في اللحمة أو في شربة أو في المرق، في الطبيخ، في أشياء كثيرة. وممكن توجد هذا البهارات في السوق، يعني إذا أنت في العرب توجده بالسوق بسرعة، ولكن كذلك بسيط إذا تجي تصلحه في البيت. وهذه المكونات الذي يعني استخدمت في هذه الوصفة. أول شيء معي هنا ثلث كوب كمون، وثلث كوب كزبرة يعني الحبات يعني جاف. ومعي هنا فلفل أسود، ربع كوب فلفل أسود، وكذلك حيل 2 ملعقة كبير حيل، ومن الأفضل تكون طازج، والدليل إنه طازج يعني لونه تكون أخضر، وإذا بتغير لونه إلى بني أو إلى أبيض يعني هذا دليل إنه ليس طازج والطعم لا يكون قوي فيه. كذلك معي قرفة، القرفة 2 ملعقة صغير قرفة، وهنا معي القرنفل، وهذا تكون معي 1 ملعقة صغير قرنفل، وآخر شيء الكركم البودرة. اوكي، وأفضل شيء تختار البهارات يعني الكامل ليس مطحون، لأن هذا بتكون طازج أكثر من المطحون. بس إذا ما فيش عندك إلا المطحون وتجي تعمله بسرعة، أعمله يعني مطحون عادي. بس أهم شيء إن الحيل تكون، لأن الحيل يعني ينتهي بسرعة أكثر من البهارات الآخر بالنسبة لي. فإذا يعني الحيل المطحون لا أعرف إذا يكون قوي مثل ما الحيل الطازج الأخضر. أوكي، يلا. وشيء آخر، إذا تجي تغير بعض المكونات يعني أكثر من هذا وأكثر من هذا عادي. وكذلك بعض الناس يضيفون زعفران وكذلك جوز الطيب. الطريقة بسيطة جدا. أولا نضيف كل البهارات الكاملة يعني الذي ليس مطحون في صحن فوق النار خفيف أو متوسط، ونطبخه لمدة 2-3 دقائق فقط حتى يبدأ تشمه شم جميل. وأنا ما أضيف الكركم لأن عندي الكركم هذا مطحون، مش ضروري تضيف البهارات الذي مطحون. وبعد ذلك أخلي البهارات يبرد شوية، أوضع البهارات في طاحون خاص بالبهارات، يمكن يجي لحاله أو يمكن يجي مع العصارة، وممكن كذلك أعمل ذلك باليد بالمسحقة الذي بنعمل الصلصة أو الزحاوق السلطة الحارة، نفس الشيء. عندما يكون ناعم ثم أدخله إلى المشحن، يعني نصفي في المصفي ونخرج منه أي شيء الذي كبير ونتركه يعني نرجم به. والآن نضيف له الكركم ونخلطه. وأخيرا ممكن تخزن هذا في كأس زجاجية، وكذلك يمكن تقدمه في كيس أكياس بلاستيك، يعني تقدمه بشكل جميل، ممكن تعطيه للضيوف، ممكن الجيران أو ممكن ضيوف أي شخص، يعني تكون هدية جميلة بهارات للبيت وللطبخ. شكرا لمشاهدتكم في هذا الفيديو. أنا كاثرين من شيبا يمني فودز، وإذا تتمنى أكثر فيديوهات مثل هذا ممكن تزور القناة، كذلك تزورني في الفيسبوك. شكرا.